السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع قناة مستر النوبي. والنهاردة إن شاء الله هنستكمل مع بعض الدرس آخر من دروس التاريخ، وهنتكلم عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هنتكلم في البعثة بتاعته، ولما بعث صلى الله عليه وسلم ايه المواقف اللي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، وايه المواجهات اللي ظهرت للنبي صلى الله عليه وسلم. عاش محمد صلى الله عليه وسلم طفولته وشبابه في رعاية ربه، وحفظه الله سبحانه وتعالى من كل انحراف وسوء، واتصف بالأخلاق الكريمة حيث عرف عنه بالصادق الأمين، ولم يسجد لصنم قط. حينما نزل الوحي، والوحي هو ما ينزله الله على الأنبياء عن طريق جبريل عليه السلام، حيث نزل جبريل على النبي وهو يتعبد في غار حراء، وكان عند كان سن النبي ساعتها كان عنده كم سنة؟ كان عنده 40 سنة، وكان يتعبد في غار حراء في أحد ليالي شهر رمضان. طبعا كان نزول ملك، وطبعا النبي أول مرة يرى ملك في حياته، فكان موقف مرعب، حيث ضمه سيدنا جبريل إلى صدره وقال: اقرأ. والنبي قال: ما أنا بقارئ. وردد جبريل مرتين وقال النبي: ما أنا بقارئ. فقال جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبعدها النبي صلى الله عليه وسلم عاد مسرعا إلى بيته وهو يرتجف خوفا ويقول: زملوني زملوني، أي غطوني. فعندما ذهب عنه الروع أخبر زوجته بما حدث فطمأنته وقالت له: والله لا يخزيك الله أبدا. وذكرته صلى الله عليه وسلم ببعض خصاله الحميدة، لأنه يصل الرحم ويحمل الكلأ ويعين على نوائب الحق ويكسب المعدوم، صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. طيب، تعال نبدأ بقى نتكلم ايه اللي حصل بعد ذلك. أخذته السيدة خديجة لابن عمها ورقة بن نوفل، وكان عالما بالإنجيل، وكان على دين إبراهيم عليه السلام، الديانة الحنفية. مش سيدنا إبراهيم عليه السلام كان طبعا في مكة، وعرفنا إنه هو نشر الدين، ولكن بعد ذلك رجعت الأصنام وبقى في قلة قليلة على ديانة سيدنا إبراهيم. طيب، فهنا بقى لما عرف هذا الرجل اللي هو ورقة بن نوفل ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، فبقى يطمئنه وقال له: هذا هو الناموس الذي أنزله الله على موسى عليه السلام، إنك ستكون نبي هذه الأمة. ثم جاء جبريل مرة أخرى ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة الشريفة والكريمة، وبدأت مرحلة جديدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مرحلة الدعوة إلى الله. طيب، إيه هي بقى مراحل نشر الدعوة؟ الدعوة مرت بعدة مراحل. سرية الدعوة بدأت من البعثة حتى السنة الثالثة الجهر، ولكن بدون مواجهة من السنة الثالثة حتى البعثة الهجرة. أما المرحلة الأخرى مواجهة المعتدين على الدعوة، ودي بدأت من السنة الثانية من الهجرة حتى السنة السادسة. وآخر مرحلة هي عالمية الدعوة ومواجهة من يقف ضد حرية ونشرها، وبدأت بعد صلح الحديبية. طيب، تعال نشوف بقى مراحل الدعوة اللي نتكلم عنها. أول حالة السرية، والمرحلة السرية قعدت 3 سنين دعا فيها الرسول إلى الأقربين. طبعا أسلمت سيدة خديجة رضي الله عنها، وعلي بن أبي طالب وكان عمره 10 سنوات كان غلام، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أسلم وكان أول من أسلم من الرجال، ومولاه يعني خادم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة. وطبعا هؤلاء كانوا أقرب الأقربين النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي تلك المرحلة بلغ عدد المسلمين أكثر من 30، فاختار لهم الرسول صلى الله عليه وسلم دار سمي دار الأرقم ابن أبي الأرقم لتكون أول مدرسة في الإسلام. ولماذا أول مدرسة في الإسلام؟ لكي يتعلموا فيها مبادئ هذا الدين ويتدارسونه فيما بينهم. وظل هذا الوضع حتى أمر الله نبيه بالجهر بالدعوة. مرحلة الدعوة الجهرية: بعد 3 سنوات من الدعوة جاء أمر الله سبحانه وتعالى لرسوله بأن يصدع، بأن يعلن بما جاء من الحق. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلن عن دعوته بين الناس. صعد الرسول صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا في مكة وأخذ ينادي في الناس، فاجتمعوا الناس فقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم بأن جيش جاء وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أن تحاربكم، أتصدقوني؟ قالوا: نعم، لم نشهد عليك كذبا قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فخرج عمه أبو لهب وقال له: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ ونزل قول الله تعالى في هذا: تبت يدا أبي لهب وتب. موقف قريش من الدعوة: طبعا قريش رفضت الدعوة وحاربتها منذ اللحظة الأولى. ولماذا حاربتها قريش؟ لأنها تظن بأنها تهدد مصالحها ومكانتها بين القبائل، فتخالف دين آبائهم وأجدادهم. عندهم الاعتقاد بذلك، ولكن لا يعلمون بأن هذا هو الدين الصحيح، ولم تدرك أن هذا الدين سيكون سبب عزتها ورفعة مكانتها بين العالم. وبدأ إيذاء قريش للنبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. رحلة الطائف: طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما علم بأن قريش ليس هناك رغبة لدعوته، أخذ يفكر في مكان آخر للدعوة، ففكر في هذا المكان وهو الطائف. رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان آخر للدعوة غير مكة، وذلك بعد فقد عمه أبي طالب وزوجته في عام واحد سمي بعام الحزن رضي الله عنهما، الذين كان عونا له، ومن شدة الحزن سمي بعام الحزن. طبعا التمس الرسول صلى الله عليه وسلم النصرة من قبيلة ثقيف بالطائف، ولكن موقف أهل الطائف: رفضوا دعوته وأمروا عبيدهم وصبيانهم برميه بالحجارة حتى أدميت قدماه صلى الله عليه وسلم. وكان معه زيد ابن حارثة يقي بنفسه يدافع عن النبي. وجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وبجوار بستان يدعو ربه، ثم انطلق إلى مكة صلوات ربي وسلامه عليه. الإسراء والمعراج: إسراء معناها السير ليلا، وهو سير النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى، وهذه هي الرحلة العظيمة التي فرض فيها الصلاة. طيب، المعراج وهو العلو والصعود، وهو صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء من المسجد الأقصى إلى السماوات. طيب، طبعا في هذه الرحلة بعد أن فقد عمه وزوجته أراد الله أن يسرع النبي، فأرسل إليه جبريل يصحبه في هذه الرحلة العظيمة، حيث أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصلى بها ركعتين، ثم عرج إلى السماء، وهناك فرضت عليه الصلاة. ولما عاد وأخبر قريش بما حدث كذبوه، قالوا: إيه ده؟ إيه الكلام ده؟ ولكن صدقه أبو بكر، لذلك سمي بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. وانتهى هذا الدرس إلى هنا، ونستكمل الحلقة القادمة في درس جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.